شفت الشاب اللي قدامكم ده عمل ايه؟ ما شفتش؟ تعال اقول لك. الشاب اللي قدامكم ده بيان من وزارة الداخلية. زي ما كلنا عارفين طبعا، كل الاخبار اللي انا بنزلها اخبار مؤكدة. الشخص اللي انا منزله قدامكم ده شخص في احدى المناطق في القاهرة. تم القبض عليه بسبب ان هو بياخد اتاوة من السواقين اللي بتيجي الميكروباص اللي بتقعد تحمل في الشوارع والكلام علشان خاطر توصل الناس المناطق اللي هي رايحاها والشغل والكلام ده. فبالتالي بتلاقي في اشخاص كده واقفين بياخدوا اتاوة على السواقين، اللي هو انا مثلا ما اشتغلتش النهارده وما عنديش شغل، فبقف انت معدي هتاخد زباين من المكان اللي انا واقف فيه. بالتالي باخد عليه ايه؟ زي ما كلنا بنبقى راكبين الميكروباصات وبنشوف، بتلاقي مثلا السواق وقف في مكان معين، فبتلاقي في شخص واقف كده يخش عليه: انت حملت يا اسطى؟ رزقني، او تشوف بقى انت عايز طالع من ذمتك ايه، اللي هو شخلل عشان تعدي بمعنى اصح زي زمان. فبالتالي اول ما تم اصدار فيديو بالشخص ان هو في حد مصوره وهو واقف بيعتدي على السواق علشان ياخد منه اتاوه وكده على العربيه بتاعته علشان يحمل او علشان يمشي، فبالتالي تم القبض عليه. فنصيحة لكل الناس، طبعا اللهم لك الحمد، وزارة الداخلية أو مباحث الإنترنت قايمين بدور كبير جدا. في فيديوهات مجرد ما بتنزل هوب على طول تم القبض على فلان الفلاني. الواد بتاع التوك توك اللي طلع شوح وعمل وكان ماسك سلاح اتقبض عليه. الشخص اللي اتحرش بفتاوى وهي ماشيه اتقبض عليه. الشخص اللي عمل خناقه وماسك سلاح ابيض ومش اتقبض عليه. فنصيحة لوجه الله، ما تضرش نفسك ولا كل اللي حواليك. استنوني في فيديوهات تانية كتير، واللي مش عامل فولو اعمل فولو، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت. السلام عليكم.